الكلام اللي قال السي عبد الغني مع الكلام اللي قال السي المدني كذلك مع الكلام اللي قال السي نجم، ولكن عا باش نوضحوا له الراي العام. كيقول لك المندبه كبيره و100 فار، عندنا 27 مليون ديال السنتيم. هادشي علاش حنا مجموعين 28 عضو، الناس حاضره والصحافه، عندنا 28 مليون ديال السنتيم. اش غنديروا بها؟ لهاد الجماعه الفقيره المنكوبه اللي تمحنات العقود من الزمن، اش غنديروا ليها 28 مليون ديال السنتيم؟ اش غدير لينا؟ خلي حنا منين جات، لا حنا نشوفوا اش عندنا دابا وندويو عليه. عندنا 28 مليون ديال السنتيم، واش هاد 28 مليون ديال السنتيم هي اللي غادا تفك المشاكل اللي كاينه في المدينه، ولا غادي نناقشوا وغادي ندويو وغنعطيو اقتراحات ديال المشاريع اللي ما عرفتش انايا 28 مليون ديال السنتيم اش غدير لينا باش غنقترحوا وندويو ونناقشوا؟ 28 مليون ديال السنتيم اش غنديروا بها؟ جماعات من الليله من اكبر الجامعات فيها ولا عندنا 28 مليون السنتيم وحنا كنديروا الاضواء وكذا، حنا عندنا مشاريع. حنا انا بغيت توضيح، بغيت الراي ديال كل واحد، انا كنحترم الراي ديال كل واحد في هذا المجلس. انا يقولوا لي اشنو غنديروا ب 28 مليون ديال السنتيم وشكرا. نقول لك السي واخا جاوبتو السي الدائره ديالنا سكت عليها مليون 4000 ريال، ونجيب لكم الدائره كامله نضل نحفل انا وخوتي وولادي وطلق السقيه فلوسي. علاش ترونسبور ما كيدخلش لي الدائره ديالي؟ علاش هرسنا؟ ما هرسناش، حبست عليا قبل ما يلح نهضروا مع الدراري، حبست عليا نقلت راسي. علاش؟ على واحد الدائره ديالي معينه. واحد الكلمه انا جيت للدار وجيت للمدينه غادي يحاول شي والله من المصلحه اللي جاب. الحمد لله في الانتخابات كنا واحد الناس باش يطلعوا البلاد وباش يصوتوا على المكنه باش تصوتوا الطلبه باش حنا اليوم ما جيناش كنصوتوا. من نهار دخلت الانتخابات 28 عضو كنصوتوا، 28 كامل كنصوتوا، ساعه الرئيس كنصوتوا. شكون المسؤول على هادشي؟ شكون المسؤول على هادشي؟ شكون المسؤول غادي تصوت؟ شكون المسؤول؟ راه كنا حنا ما صوتناش. صافي يا صاحبي صافي يا ولدي هضرب السيارة ما قدامها اسكت شي واحد يتكلم وما الجامعه ما كاينش واحده سيدي 28 مليون ديال السنتيم، واحد 23 مليون نديروا لهم السقايه ديال الماء، 23 مليون ديال السنتيم نديروا للناس الماء ياك. انا قلت لك 23 مليون ديالي كيلومتر، 23 مليون سنتيم راه غنوصلوا الماء. دابا خاصها معوينه ياك اسيدي، خاصها عوينه. دابا حاليا شي واحد اللي ما خاصها غادي يدوزها اليوم، اول ناس غيدوزوها او معاهم وهاجروا عندي غير السيمانه. انا طالع على ذاك المشروع هذا ديال الماء، انا طالع عليه. عندي راسي راه عندي عصام كنتواصل معاه كل نهار. هذيك الفلوس اللي عندنا 100 مليون راه دايرينها 15 كيلومتر على حساب دوك الطوطا اللي على حساب دوك العوينات اللي غيديروا. عاوتاني ماشي عندنا فرصه اسيدي، كاينين الفلوس وما نديروش. حنا ما عندناش الدعاء اللي فين يدينا، اللي فين يدينا هي هذه فرصه ونجيبها نديروا لهم مويله. اسمعني خلينا هذيك 23 مليون ديال السنتيم دير العوينه ديال الماء. هذاك النهار انا مشيت في الليل تنايا في الوقيته ديال الانتخابات، قلنا لهم غنديروا لكم قدام هذا السيد هذا، قالوا لي هذه السيمانه. اسمعني 23 اسمعني 23 غنديروا بهم مويه الحقوق الماء والضوء، نعطيهم يشربوا الماء و5 مليون زاده ونوضوا نتقعدوا نشوفوا. شوف واحد واحد كنديروا واحد
ما عندناش 7 مليار دابا اللي نبداو نديرو فيها السينما كله دابا ونبداو ندويو ونهلو وهذاك الشيء اللي راه خاوي صافي. هذه راه صافي دابا واحد صافي عندها 28 مليون. عندها 15 مليون باقاش واش نديرو؟ ولكن ملي ما دخلوش الدوره قال لك ناري يحبسوا مشاريع كبرى. حبسوا المشاريع كبرى. وديال السقايه ديال المسا هاد الفلوس تينقل الفوق تاع السقايه ندخلوا لها الناس يصوروا لها هي مساله حاليا داخله وزاره الفلاحه وداخله جهه الدار البيضاء سطاج وماشي غيعطيونا في الدوره ديال مارس غيعطيونا حتى في الدوره ديال جويليه. ياك اننا ندخلوا بها الماء واحد الدوار اللي لاكار عندهم مركز من الليله، فلا يعقل انه انسان عنده مركز من الليله باقي ما عندوش الماء من الليله. كنتكلموا على فك العزله، كنتكلموا على فك العزله بالنسبه للدواوير، فلا يعقل انه انسان عنده مركز من الليله في لاكار وما عندوش طريق منين يدوز، عنده طريق تيرس. الطريق ماشي مشكل، ماشي مشكل تكلفنا ودبرها الامور بالنسبه للطريق، ولكن الماء انا برايي ديال 28 مليون كلها تبرمج من اجل ادخال الماء لهذوك الناس راه ما عندهمش ماء حاليا باقي. واحد الاختراع باش ما نغلطوش ما نديروش واحد الغلط عاوتاني. كاينه 28 مليون ديال السنتيم دابا ملي غادي نبرمجوها ياك غدوز الطرونش الاولى وهاد 28 غدوز مع البروجي ديال الماء. راه ماشي يدوزو كل واحد بوحدو ندوزوهم بجوج حيت عندنا 160 مليون والشيطانيه 10 مليون هي 170 و 28 هي شحال؟ شكون المشكله وحده اشنا هي الجماعه كتريد ملي غادي يسالوا هاد الموظفين نخرجوا للجردة ان شاء الله نديروا كراسه وكيطون وغادي نوليو نستقبلوا الناس تما. هذه الجماعه راه كتريد كي ديالنا كي ماشي ديالنا الجماعه كتريد واحد شويه المواطن ما يلقاش فين يدخل صافي. راهي الطواليت هنايا راه مبوشي هنايا كلشي هادشي كلشي كيريد راكم عارفين. اسيدي نديروا اجتماعات برا. انا على استعداد ندير لا انا على استعداد ندير اجتماع على برا وتصب عليا الشكا والناس يشربوا تحويل باش دوزنا باش تفاهمنا مع الجهه صافي ضروري سينو ما كانش غيتقبل لنا الدوسي ديال واد الحار صافي. الماء ماده حيويه والماء من حق اي مواطن مغربي وذلك لحفظ كرامته. نديروا 28 مليون كلها بسم الله الرحمن الرحيم. إعادة الهيكلة هي في اسم جماعة من الليلة. اسمحوا لي سيد الرئيس نريد منكم توضيح وماذا تقصدون بالهيكلة؟ لأن ماشي هيكلة راه قانون ديال واحد البلاصة اللي كتعرف هشاشة. أما إعادة التأهيل والبناء هي دي. لأن الهيكلة هي قاعدة قانونية وتقنية وتعميرية أساسية للمركز النهائي للدراسة. كناقصوا كنزيدوا قدام والاختلاف لا يفسد للود القضيه. كنقولها مره وجوج وثلاثه وبدلوا هذه العقليه ديال انت مع فلان ولا مع فلان ولا مع حتى واحد. عمرني نكون مفعول به، ديما نكون فاعل. عمرني نكون مفعول به، انا فاعل واللي بغى الخير انا معاه. واش عندكم واش اسمعني مزيان نقول لكم الناس ديال المدينه لازم نحكي بالذكاء ديالهم. لازم المدينه عارفين كلشي واضح كلشي باين. لا ما نبقاو نمثلوا ونبقاو نقولوا هنا كلشي. سيدي الرئيس كتسمح لي ما كنمثلش انا ما كنمثلش هي كتمثل. حنا ماشي في مسرح، حنا في مجلس كيعرفوا اش كاين. لازم يلا عارفين كلشي صافي. سي يوسف حتى واحد ما باغي المصلحة ديال الناس هذه الأرصدة الحقيقية. بلاتي الله يخليك خليني نكمل. شي ناس من الليله عارفين اشنو كاين عارفين كلشي عارفين. راه الواحد يدير راسو ما فاهمش قدامك هو راه فاهم كلشي. راه القيد اللي كان قبل انت راه بلاتي عندك هرسوا سكتوا الدراري هرسوا عندنا الفيديو استقبال مع الاستقبال صاحب الرئيس الجماعه
ايضا الشوافريه ديالها راه كلهم 50 درهم بالمسلمات و100 درهم كاس. ما كايناش ولا قالها ولا شي حاجه اخرى. كاينه 50 درهم. شي واحد اخر يقول ما البشير وراه يدير الدعوه لا في الليل لا في النهار. ولا اسمح لي راه كما كيعيطوا ما كيديروش. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. القضيه ديال الترونسبور مفكوكه. مهند قضيه ديال الرقم باش ما نكونوش عاوتاني يقولوا هذا قضيه هي الصغارات ما يقدروش يبقاو جالين. الدهيبي يمشي لسيد الدهيبي ومنين يكون راجع الترونسبور يدخل على الدوش ديالو. الترونسبور لومبيلونس نتاع الكاليبتوس داخله في اطار نتاع لا سونتي فوري اللي كانت فيها واحد ديبيريسمون نتاع واحد كما يلي الاعتدال المؤقت إيجار حق الصيد البري والمائي، استغلال المراعي، برنامج قطع الأخشاب وتفويت محصولية، حماية المناطق الخلابة، إحداث الساحة الخضراء. كما لا يخفى عليكم سيد الرئيس أن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الذي صدق عليه سنة 2022 وضع جماعة مليلة في خانة المدن السياحية. الجماعة التي تتوفر على مناطق خلابة، لهذا وجب عليكم إعداد دليل مرجعي لمصدر التعبئة من أجل الحصول على عقارات من أجل إنجاز مشاريع سياحية تعود على جماعتنا بالنفع وليس للكراء والاستفادة من جهة مالية لتعويض الجماعة وتفويضها. عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة رعايا جلالتكم بهذه الجماعة المخلصين للسدة العالية بالله، أسماء آيات الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد، مع تأكيد تجندنا المطلق وراء القيادة السديدة لجلالتكم ومساندتنا التامة لسياستكم الرشيدة والخطوات التي تتخذونها من أجل وحدة البلاد وازدهار الأمة العربية والإسلامية، سيرا على نهج جدكم الملك محمد الخامس بطل الاستقلال ووالدكم الملك الحسن الثاني باني البلاد طيب الله ثراهما. نسأل الله تعالى أن يحفظ مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن ينصره نصرا يعز به الدين ويعلي به راية المسلمين وأن يطيل عمركم ويبارك فيه، وأن يقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما نتضرع للعلي القدير أن يتغمد فقيدينا الغاليين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني برحمته الواسعة، وأن يسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والسلام على المقام العلي بالله. في سقايات الماء الصالح للشرب، وصوت على هذه النقطة المجلس بالإجماع، حيث أجلت نقطة تهيئة المحلات التجارية التابعة لجماعة مليلة على أساس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة وجماعة مليلة وجهة الدار البيضاء سطات. النقطة الثالثة المتضمنة للبيع الملك الغابوي تضمنت التصويت بالإجماع من طرف المجلس الجماعي لمليلة، والحمد لله حنايا في هذا الصدد حنا كنمثلوا الرأي العام وكنمثلوا الساكنة، وحنا الهدف ديالنا هو النهوض بجماعة مليلة والنهوض بها للأمام إن شاء الله، والله يخلينا ديما في خدمة الصالح العام وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكنشكر الوسائل الإعلام والتواصل اللي حضرات كثافة في هذا اللقاء الذي يهم الجامعة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة إن شاء الله، وشكرا. سوف أعبر عن مشاعري وامتناني للحضور هذا الاجتماع اللي هو دورة في الحقيقة هي حاسمة في المسار تسيير الشأن المحلي. ثم كما تعلمون على أن دورة فبراير فيها حصر النتيجة العامة للميزانية، وفيها نقاط تتضمن من بينها نقطة
اللي هي برمجه الفريق. والاخوان راكم شفتوا على ان ميزانيه الجماعه اللي هي ميزانيه كتعيش بعير بلا سيبونسيون، اعلانات من وزاره الداخليه باش يمشي المسار ديال الميزانيه ديال الجماعه لا يحقق الحاجيات الساكنه. 27 و 28 مليون ديال الفائض. الاخوان ما دايره والو للجماعه هذه، ورحنا برمجناها زدناها في واحد المشروع اللي عندنا فيه 160 مليون، زدنا عليه ولا 170 مليون، زدنا عليه هاد الاعتمادات باش نديروا صفقه لتزويد ساكنه مليله بالماء الصالح للشرب. اما فيما يخص النقطه الثانيه اللي هي تهيئه واعاده بناء بعض المحلات التجاريه، فإننا أخذنا موقف منها لأنها نقطة لم تحترم معايير الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، لذا أجلنا النقطة لاحقا على لأن الرصيد العقاري ديال هذوك المحلات التجاريه لم يسوى بعد، لم يكن محفظ، لذا لان المشروع ديال المشاريع اللي كتقوم عليها سميتو باش نديروا ارضيه الواقع ديال المشاريع اللي هي كما يخفى عليكم خاصها تكون اراضي محفظه ما يكونش فيها نزاع، وخاصنا نخرجوا للساكنه لهذوك الناس اللي شادين اللي كيحتلوا هذوك المحلات، خاصهم واحد الديمقراطيه التشاركيه، خاصهم تشاور معهم من اجل التعبير على ان ديك الساكنه ما نكونوش معاه في واحد الشنآن ولا هذه، يكونوا الناس راضيين على اننا نديروا هذا المشروع هذا. وكان اخذ فيها المجلس مقرر بالاجماع على ان ارجاء هذه النقطه لعدم اهليتها القانونيه من الرصيد العقاري. فيما يخص النقطه الثالثه هي المصادقه على بيع منتوجات غابويه. كانت عندنا فكره على اننا نصوتوا بالاجماع، لان هذه الصفقه ديال الموافقه على هذه الصفقه ترجع على الجماعه بالخير، لان الاعتمادات المخصصه للجماعه هي 80%، وكنا طرحنا اسئله اخرى اللي هي فايته هذه الاعتمادات، وهي اننا نحطوا يد على رصيد عقاري لهذه البقع اللي هي في الملك العام الغابوي من اجل انتاج واحد القطب سياحي بالجماعه، لان الجماعه تتوفر على رصيد غابوي كيشكل بالمساحه ديالها واحد 70 ولا 75%. وكما تعلمون على ان المخطط التوجيهي للتعمير صنف هذه المدينه الفاديه اللي هي مدينه الليله ولا مركز من الليله من المراكز التي ستتشرف بمنطقه سياحيه. لهذا نطلب من السيد الرئيس، وكما تعلمون وبما لا يخفى عليكم على ان الممثل الشرعي والقانوني هو الرئيس، خاصو يفتح ملف من اجل حط وضع اليد على منطقة من هذا الملك العمومي من أجل إنشاء واحد المنطقة اللي هي سياحية تعود على الجماعة بالنفع وبه السلام.